يا صباح الفل للناس المستعجلين اللي او عندهم مصيف او عندهم عيد ميلاد او اي مناسبة، عايزين وجبة كده يقدموها تكون سهلة وبسيطة وسريعة ومش مكلفة، وكمان تتحضر في 10 دقايق كده حرفيا وهتكون جاهزة. تعالوا نشوف الوصفة بتاعت النهاردة. ما تنسوش تحطوا اللايك وصلوا على النبي في التعليقات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عندي معلقتين زيت، ممكن تحطي معلقة زبدة، اي كمية فراخ بتحبيها وتفضليها على حسب الكمية انت عايزاها. نص كيلو من صدور فراخ قطعي قطع صغيرة، هتتبليهم ملح وفلفل توم وبصل بودرة، ومعلقة من التوم المبشور كده بشوريه، بابريكا. حطي كمان بهارات فراخ، قلبي كله مع بعضه بالشكل ده. حطيت كمان كزبرة ناشفة علشان التوم اللي انا حطيته، هقلبهم مع بعض. تبلي الفراخ زي ما انت عايزة. اي خضار موجودة عندك، اي حاجة عايزة تخبيها هتخبيها في الوصفة دي، وولاد بجد مش هيحسوا بيها. انا حطيت كوباية من البسلة، ممكن نضيف كمان جزر مبشور او كوسة مبشورة كمان زي ما انتوا عايزين. حطيت فلفل اخضر، وحطيت بصلايه متقطعه قطع صغيره. هقلب كل الخضار مع الفراخ، وبعد كده هنزل عليهم بمعلقتين من الدقيق. لازم يتشوحوا كويس جدا مع الفراخ بالشكل ده. بعد ما يوصلوا للمرحله دي هبدا ان انا هضيف معلقتين صغيرين من صلصه الطماطم، وبعدين هضيف عندي معلقه كبيره من دبس الرمان او معلقه من العسل، اي حاجه متوفره عندك. قلبي كله مع بعضه بالشكل ده. هتلاحظي كده ان ايه، القوام تقيل معاكي. هنروح حاطين ايه بقى دلوقتي، حاطين كوبايتين من الحليب هيدوني صوص، وهيخلوا الخضار يستوي كويس مع الفراخ، وكله يبقى تمام. والحشوه عندي مش هتبقى ناشفه، يبقى فيها صوص كده بينك، طعمه حلو جدا جدا. انا عايزه اقول لكم دي ألذ حشوه فراخ تقدروا تستخدموها لاي حاجه، سندوتشات، حتى الحشوات مكرونه او اي حاجه، حلوه جدا جدا. هخليها بقى على الجنب، وهجيب عندي بقى الكايزر اللي هو الجاهز ده، تقدري تعمليه في البيت. هنزل لكم طريقته، لو عايزين تعملوه في البيت اكتبوا لي في التعليقات. هفتحه من فوق دايره بالشكل ده، ونخلي الحروف زي ما هي، والجزء اللي احنا فتحناه هنضغط عليه علشان يعمل لي قاعده من تحت، ولما نيجي نحط الحشوه ما تنزلش من تحت، تبقى الحته اللي فوق دي نبقى حاطينها سميكه كده، ما تخليش الصوص ينزل من تحت، ولا العيش بتاع الكايزر ده يطرى معانا ولا اي حاجه. فكره حلوه جدا جدا، وكمان مش هنقعد نفتح ولا الولاد يقع منهم حاجه ولا حاجه. عايزه اقول لكم تحفه قوي. ممكن تعملي سندوتشات اصغر من كده، انا عاملاها سندوتشات كبيره عائليه، ممكن تصغريها مفيش مشكله زي ما انت عايزه. وبمعلقه بقى هنبدا ان احنا ناخد جزء من الحشوه، نملى السندوتشات بتاعتنا، ونحط في الجوانب بالشكل ده عشان تبقى مليانه كويس. اختياري بقى، عايزه تحطي عليها شويه جبنه موتزاريلا وتدخليها الفرن الجبنه تسيح وهتمسك الحشوه وكل الكلام الجميل ده، مفيش مشكله. مش عايزه قدميها من غير ما تدخليها الفرن ولا تحطي لها موتزاريلا ولا اي حاجه، براحتك خالص. انا دخلتها بس الشفوايه هي اللي كانت شغاله وطلعتها، كانت شكلها قمر بالشكل ده. جربوها وانا متاكده هتعجبكم، وايه رايكم فيها؟ وما تنسوش تصلوا على النبي في التعليقات، واشوفكم على خير. باي باي. عارفه لما تكوني مستعجله كده وقاعده في وقت كده مش قادره ومش طايقه تخشي المطبخ فيه، ومن غير ما تقعدي تعجني ولا تفردي، وكمان من غير لحوم ولا تكلفه، تعملي اكله سريعه للولاد، تصبيره، اكله عشوه، تعمليها جنبها حاجات. عايزه اقول لكم يعني تحفه بسيطه وسريعه، مش تاخد منكم وقت خالص، وممكن تكتري الكميه وتضاعفيها زي ما انت عايزه. ما تنسوش تحطوا اللايك وصلوا على النبي في التعليقات، وتعالوا نشوف الوصفه بتاعت النهارده. اول حاجه، انا عندي الصاج ده كبير مقاس 40 في 40، حطي فيه مسحه زبده او سبري زيت او مسحه سمنه زي ما انت عايزه. هستخدم نص كيلو من العيش السوري او العيش اللي هو الصاج ده، بجيبه من عند الفطاطري جاهز، الكيلو ب30 جنيه، هستخدم نص كيلو ب15 جنيه. هجيب عندي كمان نص كوبايه من الحليب، هبدا ان انا يعني هديها كده مسحه خفيفه بين كل الطبقات، وممكن ندي مسحه زبده كمان تبقى حلوه جدا جدا في الطعم. بس انا مش عايزه اعمل توريقه، انا عايزه اخليهم كلهم يبقوا كانهم حاجه واحده، ما يبقوش طبقات. تمام. هدي كل واحده مسحه حليب بالشكل ده، ما فيهوش اي حاجه خالص. وكمان هلف الصينيه حوالين داير، وبعد كده اي زيادات موجوده في الصينيه هبدا ان انا هدخلها جوه الصينيه بالشكل ده. اخر ورقه معايا هاخدها اقطعها نصين، وهساوي بيها اجزاء الصينيه من فوق علشان كلها تبقى متساويه. بس قبل الخطوه دي هبدا ان انا علشان اخلي الطبقات كلها تبقى لازقه في بعضها وكمان تديني طعم حلو، فهاخد رشه بسيطه من الجبنه الموتزاريلا، هتخلي الطبقات يعني الرقين اللي انا هعملهم لازقين في بعض، وكمان هتديني طعم حلو جدا جدا ومطه كمان. هاخد بقى الطبقه التانية او الرق التاني، هبدا ان انا هحطه بالشكل ده. انا كده عملت طبقتين حوالين داير من الصينيه، نص كيلو هيعمل لك طبقتين، لو الصينيه اصغر من كده هيعمل لك طبقات كتير. اخر ورقه معايا هاخدها كده هقطعها نصين وهسوي بيها الصينيه بتاعتي.
بعد كده هنعمل بقى وش بيتزا من فوق، ده يعني على حسب ذوقك وحسب ما انت بتحبي ايه. انا جبت كده معلقه من الصلصه، حطيت عليها معلقه من الكاتشب، وحطيت معلقتين من الزيت، وعليها شويه زعتر، توم بودره، بصل بودره. حطي كمان رشه سكر كده، معلقه صغيره من السكر عشان حموضه الصلصه. وبس كده، حطيها خففيها بشويه ميه، حطيها فوق العيش السوري اللي احنا عملناه. وبعد كده حطي توبنج انت عايزاه، اي حاجه متوفره عندك، فلفل اخضر، فلفل حار، شويه لانشون، شويه جبنه رومي، شويه جبنه موتزاريلا. لو مش متوفر عندك استخدمت طماطم عندي، واستخدمت شويه جبنه موتزاريلا ولانشون وخلاص كده. هدخلها الفرن على درجه حراره 200، شغال من تحت ومن فوق. اول ما الجبنه تسيح وتاخد لون من تحت بالشكل ده، خلاص كده بقت تمام. انا قطعتها وبعد كده طبقتها كده على بعضها، وابتديت ان انا عملتها زي الكريب بس مستطيل. عايزه اقول لكم طعمها حلو جدا جدا ومشبعه جدا جدا والله. يعني الصينيه دي كفت 5 افراد، يعني هتكفيكم وانتوا شبعانين كمان. جربوها وقولوا رايكم فيها، وما تنسوش لو عجبكم الفيديو ده دعمونا باجمل لايك، وصلوا على النبي في التعليقات، واشوفكم على خير. باي باي. يا صباح الفل، الناس اللي حيرانين في الغدا ما تحتريش ابدا، عليكي تختاري. خشي الصفحه واختاري وصفات كتيره جدا اقتصاديه وسريعه، بلحوم ومن غير لحوم. تعالوا نشوف وجبه النهارده هتبقى ايه. ما تنسوش تحطوا اللايك وصلوا على النبي في التعليقات. اللهم صل على سيدنا محمد. نص كيلو من صدور الفراخ متقطعه شرايح، ما تكونش سميكه قوي ولا رفيعه قوي. تبليها معلقه صغيره من الملح والفلفل، البابريكا، وممكن كمان نحط بهارات فراخ. هنقلب كله مع بعضه بالشكل ده، من غير بيض ومن غير بقسماط، ولا هنقلي ولا نحمر ولا اي حاجه. بعد ما تتبليهم، لو عايز تخليهم في التتبيله شويه مفيش مشكله، لو ما عندكيش وقت زي عندي كده هنشتغل على طول. هنجيب بقى صينيه عندنا ونكون مجهزين عندنا كيلو من البطاطس، نص زي ما انت عايزه، بصلايه كده متقطعه ترانشات، وعندي هنا حبه من الفلفل الاحمر ومعاها فص ثوم. هحط معاهم معلقه كده من صلصه الطماطم الجاهزه، وتبلي بقى ملح وفلفل، معلقتين زيت، معلقه من بهارات الفراخ، هتديلك طعم حلو جدا جدا. ممكن نحط رشه كاري او كركم، بتدي لون تحفه للبطاطس. زي ما انت عايزه، التوابل اللي تحبيها حطيها. انا مقطعه طبعا طماطم البطاطس ترانشات، وهقلبهم كلهم مع بعض بالشكل ده، يتبلوا بكل الصلصه والحاجات الجميله دي. وبعد كده هاخد صدور الفراخ بتاعتي، هفردها على صينيه البطاطس بالشكل ده. نخليها مفروده علشان زي ما هتحطيها زي ما هتبقى معاكي بعد التسويه. هحط لهم نص كوبايه من الميه، وهغلف الصينيه دي او اغطيها، وعلى نار هاديه على البوتاجاز لحد ما تستوي تماما. لحد ما تستوي بقى هكون جبت كوبايتين من الحليب، معلقه من الزبده، معلقتين من الدقيق، وهحط رشة ملح وفلفل ومكعب مرق، وخلاص كده هقلبهم على البارد، وهرفعهم على النار مع التقليب المستمر لحد ما يتقل معايا ويربط القوام، يبقى عندي هنا زي بشاميل متوسط، مش تقيل قوي ومش خفيف قوي. البطاطس عندي استوت والفراخ تمام، كله استوى تسويه كامله. هاخد صوص البشاميل ده وهحطه فوق الصينيه او فوق الفراخ بالشكل ده، وهسويه كويس. ولو نزل عليه شويه من البطاطس كده هيبقى جميل جدا جدا. المهم هنسوي الصينيه وعليها رشه من الجبنه الموتزاريلا بسيطه خالص. هدخلها الفرن تاخد شوايه وبس كده. هتطلع بقى معاكي قمر كده. شايفين شكلها عامل ازاي؟ تحسوا كده ان هي يعني مش ناقصها اي حاجه. الوجبه دي مش ناقصها اي حاجه غير شويه مخلل وقفص عيش، وخلاص كده بقت جاهزه. ممكن تاكليها مع شويه رز عادي، يعني براحتك، تاكليها بالعيش، بالرز، مخلل، سلطه، زي ما انت عايزه. شوفي انت بتحبي ايه ولادك بيحبوا ايه وقدمي جنبها، وخلاص كده بقت جاهزه معانا. تعالوا نغرفها بقى ونشوف شكلها من جوه بقى عامل ازاي. انا عايزه اقول لكم البشاميل اللي بينقل الوصفه دي في حته تانية خالص. الناس اللي ما بتحبش صلصه وطماطم كتير، الوصفه دي الطماطم بتاعتها قليله، احنا اصلا ما فيهاش طماطم غير معلقه الصلصه اللي احنا حطيناها. فخلاص كده هي بسيطه وخفيفه جدا في الصيف. جربوها وانا متاكده انها تعجبكم. ما تنسوش اللايك والمتابعه. باي باي. ما تيجوا نعمل كيك كده، ولادي ما بيعرفوش يقولوا اسمها، كل ما يقولوا اسمها يقولوا لنا عملنا كيكه سبحان الله. فانا عايزه اقول لكم تعالوا نعمل كيكه قدره قادر بطريقه سهله جدا وبسيطه، وهتطلع معاكي شكلها حلو جدا في اقل وقت. يعني هي كلها ساعتين من بدايه تحضيرها، وهتاكلي معاكي ألذ واحلى كيك. وهقولك ازاي تخليها تمسك مع بعض كده بسرعه. متنسوش تحطوا اللايك وصلوا على النبي في التعليقات. دلوقتي هجيب كوبايه الا ربع من السكر، هكرمله على نار تكون هاديه لحد ما يبدا ان هو ياخد لون ذهبي بالشكل ده، ويدوب تماما، ما فيهوش اي حبيبات من السكر. اول ما يوصل للمرحله دي تكوني جاهزه عندك ربع كوبايه من الميه، هحطها وهقلب باستمرار، وخلي بالك من ايديكي. وهقلب لحد ما السكر كله او الكراميل يفك معايا مع الميه ويبقى زي صوص كده.
هتجيبي بقى القالب بتاعك، القالب ده مقاس 30، ممكن نستخدم مقاس اقل علشان تطلع ارتفاعها اكبر. كل ما المقاس بتاع القالب يبقى اقل كل ما ارتفاعه او ارتفاع الطبقات تبقى عاليه معاكي. تمام. هجيب بقى عندي هنا 3 اكواب من الحليب، هضيف عندي عليهم معلق 2 باكت من الكريم كراميل الجاهز. لو عايزين طريقه الكريم كراميل اللي بالحليب والبيض اكتبوا لي في التعليقات نعمله مع بعض. هقلبهم كده باستمرار لحد ما الكراميل عندي، الكريم كراميل يفك معايا مفيهوش اي تكتلات، وكمان الحليب يغلي معايا. اول ما يغلي خلاص كده بقت تمام. هحط في القالب بتاعي بالشكل ده الكراميل كله، هخليه على جنب واحضر الكيك بتاعتي سهله وبسيطه جدا. هنخل المواد الجافه الاول، عندي معلقتين من الكاكاو الخام يكون نوعيه كويسه، كوبايه من الدقيق، ومعلقه كبيره من البيكنج باودر. نص باكت الكيك شيف اللي انا مستخدماه ده بيبقى معلقه كبيره. هنخلهم مع بعض كده، ما تنسيش تحطي رشه ملح بسيطه عشان بتظهر النكهات. هخليهم على جنب، وهجيب بقى في الخلاط بتاعي هضيف 2 بيضه، هحط عليهم 2 باكت من الفانيليا علشان ميبقاش فيه اي ريحه زفاره خالص مع الكريم كراميل. هحط نص كوبايه من السكر، نص كوبايه من الحليب، نص كوبايه من الزيت. هضربهم كويس جدا جدا في الخلاط 5 دقايق كده لحد ما ميبقاش فيه اي اثر خالص، دي السكر يكون داب معايا. هنزل بيهم على المواد الجافه اللي احنا نخلناهم مع بعض، وهقلب لحد ما التكتلات كلها تفك ودي يختفي. اول ما الدقيق يختفي خلاص تمام. دلوقتي عندي بقى، دلوقتي هضيف الطبقتين فوق بعض، وما تقلقوش هما هيفصلوا كل طبقه لوحدها. لو عايزه تستني لحد ما طبقه الكريم كراميل تتماسك وبعد كده تحطي فوقيها الكيك برضو هتبقى خطوه كويسه. في حله بقى تانية اعمل لها حمام ميه، احط ميه سخنه لحد النص كده، وهدخلها الفرن على درجه حراره 180 في الرف اللي في النص. هتاخد من 40 ل 50 دقيقه. اول ما تلاقيها طلعت كده وفصلت الطبقه بتاعتها من فوق، اختبريها من فوق هتلاقيها الخله بتطلع ناشفه من النص. دخليها بقى بعد ما تهدى شويه. انا دخلتها الفريزر لمده ساعه واحده، كنت مستعجله بصراحه عليها والولاد نفسهم قوي فيها وما استنتش. لو عندك وقت خليها براحتها خالص في التلاجة لحد ما الطبقات تتماسك، وبعد كده قدميها بالهنا والشفا. يا صباح الفل، تعالوا نعمل كده أكلة اقتصادية شعبية مصرية أصيلة تحفة جدا بطريقتي. ما تنسوش تحطوا اللايك وصلوا على النبي في التعليقات. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. بصوا انا هعمل مسقعه، ولادي بيحبوا البطاطس جدا جدا في المسقعه. لو انتوا ما بتحبوش البطاطس تقدروا تستغنوا عنها او تضيفوا منها قليل او كتير زي حسب رغبتكم. تجيبي البطاطس وتقشريها وتغسليها، وبعد كده قطعيها مكعبات تكون صغيره. تقدري تقطعيها سلايز او صوابع زي ما انت عايزه، يعني التقطيعه اللي انت عايزاها. اهم حاجه التقطيعه تكون مناسبه لتقطيعه البتنجان اللي انت مقطعاه. انا جايبه عندي كمان كيلو بتنجان ومقطعاه برده مكعبات اكبر شويه من البطاطس علشان حجمه هيقل. وعندي كمان حبتين من الفلفل الرومي انا مقطعاهم برده مكعبات تكون كبيره. تمام. هاخدهم بقى هغسل كل الكلام الجميل ده. لو البتنجان عندك فيه سنه مراره حطيه في شويه ميه بملح وبعد كده صفيه، هيبقى عندك مفهوش اي مراره خالص وهينزل كل المراره بتاعته في الميه بملح. تمام. وكمان البطاطس انا هاخدها كده هغسلها، وعايزه تحمريهم مفيش مشكله، عايزه تحطيهم في الفرن مفيش مشكله. انا بالنسبه لي عندي الاير فراير، فهاخدهم كده البتنجان هحطه في الحله بتاعه الاير فراير وهحط عليه سبري زيت، وممكن نحط رشه ملح معاه. لو انت نقعاه في ميه بملح ما تحطيش، لو مش نقعاه حطي معاه رشه ملح بسيطه. هحطهم في الاير فراير لحد ما يبداوا ان هم يستووا، حجمهم طبعا هيقل كانهم متحمرين بالظبط. بعد ما يتحمروا هحط عندي البطاطس برده وعلى سبري زيت وهخليهم يتحمروا كويس لحد بقى ما يتحمروا. هجيب هنا معلقتين كبار من الزيت وهحط عليهم معلقه كبيره من الثوم المفروم، وبعد كده هبدا ان انا هضيف عندي معلقتين كبار من صلصه الطماطم، بتديها لون وطعم حلو جدا جدا. لو مش عايزاها استغني عنها، بس هي حقيقي بتفرق جدا في طعم الصلصه بتاعه المسقعه. هضيف عندي هنا نص لتر من عصير الطماطم او نص كيلو من عصير الطماطم، كميه لما انت عايزه بتحبي فيها صوص ولا لا. هسيبهم لحد ما يتسبكوا، وبعد كده هبدا ان انا هضيف نص معلقه صغيره من الفلفل الاسود ونص معلقه صغيره من الكمون. الكزبره الناشفه بتفرق جدا جدا مع المسقعه. وحطي ملح وسكر، معلقه سكر كده صغيره بتخلي الطعم حلو جدا بتاع الصلصه، وكمان بتخليش اي مراره موجوده في المسقعه. هحط كمان معلقه من الخل بتخلي طعمها برده حلو جدا وفي مزازه كده. هقلب كده وكله بقى عندي تمام. تقدري طبعا تضيفي قرن فلفل حامي كده يكون سبايسي او معلقه من هريسه الشطه زي ما انت عايزه. انا هضيف البتنجان والفلفل والبطاطس اللي انا حمرتهم في الاير فراير وهديهم تقليبه. لو عايزه تخليها فيها صوص شويه اديها مثلا نص كوبايه من الميه
لو عايزاها تبقى ما فيهاش صوص كتير خليها كده زي ما هي. خلاص كده بقت جاهزه معاكي، تقدري تضيفي لها شطه او فلفل حامي زي ما اتفقنا براحتكم خالص. وكده خلاص بقت جاهزه معانا، تحفه جدا وطعمها بجد في منتهى الجمال. جربوها بالطريقه دي، صحيه ولذيذه وما فيهاش زيوت كتير، وبجد هتعجبكم جدا. لو عجبتكم ما تنسوش لايك ومتابعه كتير. يا صباح الفل، تعالوا نجدد كده في الغدا ونعمل وجبة سريعة وسهلة مش تاخد منكم وقت خالص، وكمان هنعمل من اللي هيتبقى منها وصفة لبكرة. ما تنسوش تحطوا اللايك وصلوا على النبي في التعليقات. اللهم صل على سيدنا محمد. اول حاجة انا هحضر الكفتة الجميلة دي، طريقتي المعتمدة ما بغيرهاش ابدا. في الكبة هضيف عندي بصلتين يكونوا كبار وحبة من الفلفل الاخضر، هاخدهم اضربهم كويس جدا في الكبة، وهاخدهم اصفي منهم اي مية موجودة منهم، ومش هرمي المية دي علشان هنستعملها. بعد كده هاخد التفل بتاع البصل احطه في حاجه كده في بوله، واضيف بقى عندي هنا كيلو من اللحمه المفرومه، ربع كيلو من البوش، معلقه من الملح، معلقتين من بهارات الكفته، معلقتين من النشا، معلقتين من الدقيق، معلقه صغيره من البيكنج باودر، وهضيف كمان معلقه صغيره من الفلفل الاسود، ونص حزمه كده من اوراق البقدونس. بس مش عايزه الصاج بتاعها، انا عايزه بس الاوراق بتاعتها. هعجن كل المكونات كده مع بعضها، وبعد كده هحس ان هي ايه، محتاجه كده تاخد لفه كده في الكبه، فهاخدها كده اروح حطها في الكبه، وهبدا ان انا هضربها بس على قطع، يعني على مرات علشان الكبه ما تبص. هاخد نص كميه اللحمه دي هعمل منها كفته، والنص التاني هعمل منه برجر، وهنضيف له شويه اضافات ان شاء الله الفيديو الجاي. تمام. انا هعجن العجينه بتاعه الكفته دي، اهم حاجه تعمل خيوط كده وتحسوا ان هي عملت نسيج، ده اللي هيخليها متماسكه معانا وعمرها ما تفك ابدا منكم وتبقى زي بتاعه بره بالظبط. بعد كده هاخد ميه البصل، هضيف عليها معلقتين من الكاتشب اللي احنا عاملينه في البيت ده تحفه يا بنات، هنزل لكم ان شاء الله طريقته. وهاخد بقى اي عود خشبي كده يكون تخين او سيخ، وهبدا ان انا هصبع الكفته بتاعتي، وهبل ايدي في الميه بالبصل والكاتشب بالشكل ده. ممكن نحط كمان معلقه زيت وندهن بيها الوش بتاعها بعد ما نصبعها، نعملها كده باي ظهر سكينه، نعمل لها شكل وندخلها الفرن على درجه حراره 200 في الرف اللي في النص. هتاخد يعني من فوق شغال ومن تحت، هتطلع معاكم تحفه. اول ما تطلع من الفرن نشغل فحمايه ونشغلها كده، ونحط عليها معلقه زيت، ونخليها لحد ما تاخد طعم الفحم وتطلع معاكم تحفه وتجنن. تعالوا بقى نعمل شويه ايه، سلطه طحينه تحفه. عندنا هنا نص كوبايه من الطحينه ومعلقه خل او عصير ليمون، واحط كمان ملح وفلفل، وحطي بقى ميه دافيه بالتدريج كده لحد ما تربط معاكي. الميه الدافيه بتخلي القوام هيتقل بالشكل ده، وتبقى كتيره ولونها هيفتح. دي كده هنلفها كده بالشكل ده لحد ما القوام عندي يظبط معايا وبقت تمام. ممكن نحط رشه بابريكا لو احنا عايزين، انا هحط كمان معلقه من اوراق البقدونس بتخلي طعمها حلو جدا. رشه بقى من فوق كده من البابريكا للتزيين مش اكتر، مش عايز تحطيها ما تحطهاش. عملت شويه رز مصري عادي، بس عملته ببهارات الرز البسمتي، بيدي طعم حلو قوي. وزينت الطبق بالشكل ده. وكمان الحلو كان عندنا بسبوسه كانت باقيه عندنا من وصفه قبل كده، هنزل لكم برضو طريقتها ان شاء الله. الوصفات تكون عجبتكم، واشوفكم على خير ان شاء الله فيديو جديد.